السلام عليكم الخوت، نتمنى تكون كل شيء بخير وعلى خير. آه عدنا والعود أحمد. بالنسبة للأردونوس اللي عطانا الطباب، مع أردونوس متى لعبة. هي مهم دواء، لحقاش الطبيب رومبلاسون هدوك الطبيب اللي متابع معاه، راه الطبيب راه فاكونس، وهذا طبيب غير رومبلاسون. هذه اللي لقيتها، يعني ما تعرفني 100% وما تعرفش كاين. وليت عاوتاني حكيت لها من جديد المسائل نتاعي، حقا قالوا لي بصحة والراحة تحسينة. درت واحد لاكوب بيزار مهم، فيها واحد الحساسية هنايا في جبهتي. المهم سبب الخروج ما كنخرجش بزاف وكذا، كي كنخرج برا للشعة أشعة الشمس ولا شي حاجة كتأثر فيا. كترت ما كنجلس في الدار بزاف وداك الميديتي المهم على كل حال، عطاتني واحد الدواء، عطاتني جوج دوايات وما عطاتنيش اكبر دواء اللي يحسني هو مضاد للاكتئاب، ما عطاتونيش. يعني باش تشوفوا واش هادي طبيب ولا ما عرفتش واش ستاجير ولا. قلت لها راه ودي راها شحال ندابز معاها باش تعطينا انتي ديبريسور. قالت لي لا مسيو، راه حنا جربنا معاك بزاف، نتا خصك الطبيب، يعني بسيكياتر، طبيب الامراض العقليه. وفعلا هو خصنا نشد طبيب عند البسيكياتر. بسيكياتر ماشي صافي يدير راني انني احمق ولا، ولكن هو مختص في الامراض العقليه، يعني مختص، يعني هو بالضبط غادي يعرف شنو خصني اكزاكتومون. انا كنت متابع عند طبيب عام، ما كنتش متابع عند بسيكولوج. البسيكولوج حبستو حيت يعني كنبقى انا عاود في الهضره ديما وكرهت، ما كيدير لي والو، كيبقى ينصحني ودوك النصائح انا ديجا عارفهم. و... وكما كيقولوا، يقول لك الاراده وخصك دير وخصك تفعل وخصك، بحال شي واحد ما عندوش رجلين مقطعين له، والناس كيقولوا له تمشى، حاول تمشى وما عليش، دير خطوه بخطوه وغادي تولي تمشى. ولكن في الاصل هو راه ما عندوش الرجلين، ما كيقدرش يتمشى، ما عندوش رجلين. كيفاش تجي تقول له غير حاول وغير يدير وغير يفعل وغير كذا؟ ديك الهضره نتاع التحفيز وكذا راه ما صالحاش. هي مزيانه ولكن في حدود، انك ما ديرونجيش بها بنادم كتر. تبقى كل مره فيما تلاقاه تقول له ايوا تمشى، ايوا دير، ايوا فعل، ايوا غير حاول، ايوا غير كذا. قول له الله يحسن العون، قول له الله يسهل امورك، دعي معاه، قل له ان شاء الله هذه الفرصه دي غير مرحله سيف وستمر، مرحله يعني سحابه سيف وستنطوي، يعني سحابه ودايزه. قول له بلي ان شاء الله ترجع كما كنت تولي مزيان. ماشي تقول له لا وكذا وغير حاول وغيرك معكزان وغيرك كذا وغيرك كذا، هادشي راك كتقتلو. يعني بحال شي واحد كيما قلت لكم ما عندوش رجلين ومسكين كتقول له تمشى، هو راه كيبغي يحماق، كيقول كيفاش هاد الناس كيقولوا لي تمشى ما عنديش رجلين. المهم على كل حال، جيت نقول لكم ما جانيش النعاس. هذه 6 تاع الصباح، وعطا كليت الدواء اللي عطانيها الطبيب، وكليت 3 دوايات وعاودت كليت الدواء مالغري ما خصنيش ناكل بزاف. ولكن الحاجة للنعاس راه كتقتل، راه واحد القضية، راه بحال راه ما عرفتش كيفاش نحكي لكم الإحساس تاع أنك باغي تنعس ومحتاج تنعس وما قادش. هاني كاع كنت تنفخت شوية، نعست شوية وركت، ولكن نعست نص ساعة ولا ما قدرتش ننعس. ما الأفكار، داك الأوفر ثينكينغ، التفكير الزائد، الدماغ ما كيحبش، بحال ماشينة فرفارة، وكتقول له دماغي حبس شويه حبس، خصني ننعس، بغيت ننعس، وكتقولها له بالهضره وكتقولها له بالدواء، والو ما كيحبسش. يعني باش تعرفوا لاي درجه، وهاد الدوايات كنت تعطيهم لواحد انسان عادي راك تقتلو، ولا يقدر الله يستر ينعس شي سيمانه ولا ما يفيقش. يعني دوايات قاصحين وما كيقدروش. انا جربت
جرّبت يعني أصعب الدويات اللي ما نقدرش نقولهم، جرّبت الأصعب يعني اللي تقدر تعطيها لشي واحد اللي مسكين خارج من شي عملية نتاع القلب ولا شي عملية نتاع اللي كيتوجّع واللي كيدير وكيعطوهم له، راكم عارفينه. وجرّبته وخا هكاك ما قدرش ينفعني وما قدرش يجيب لي غير حتى أبسط حاجة هي النعاس. يعني فعلًا كينعسني ولكن حتى كنتعذّب مزيان، مزيان، مزيان وكنتقلّب مزيان، مزيان وكنفيق ونعاود نجلس بحال دابا فقت ما لقيت ما يدار قلت اللهم نعاود معكم فيديو نتلف به الوقت. وما عرفتش أنا بالضبط أين فيديو وأين جزء اللي هدرت عليكم فيه مانيش عارف، اسمحوا لي. ما عنديش يعني عندي اختلال في الأفكار وفي التركيز، يعني ما مركزش أين فيديو حاطّه وأين فيديو خصو يكون. يعني هذا تتمة لواحد الفيديو نتاع كنت قلت لكم غادي نمشي للطبيب ونرد عليكم من بعد. ليسونسيال المهم هو راني رديت عليكم، وباقي الإخوة باقي مازال احنا كنتعرضوا عليها. وأخونا الطفل مسكين شفت واحد الفيديو ديالو تا هو بحالي تقريبا وهو عارف تقريبا عندي نفس المعاناة نتاعو ولا أكثر، ومسكين الله يشافيه تا هو والله يطلق سراحو و والله يشافي الجميع. يعني حاولوا تدعيو مع بعضياتكم، حاولوا تدعيو مع الناس اللي مكتئبين واللي راه الاكتئاب مرض هذا الاكتئاب راه مرض راه إعاقة، راه ما كيخليكش تمشي للخدمة، ما كيخليك تمشي، ما كيخليكش تعيش. كاين اللي فيه اكتئاب مسكين في البلاد والناس باقي كيقولوا لوالديه ولا كيبقاو يعاتبوه انت معكاز انت فنيان انت قليل صحة ما عندكش الكساف. وهذه راه كتقتلو مسكين، راه كتعرفوا شنو كديرولو ولا راكو كتخشيو فيه سيوفا. وهو مسكين راه عالم به غير الله. شكون اللي ما باغيش يخدم وشكون اللي ما باغيش شكون اللي ما باغيش يعري على كتافو ويمشي ينوض يخدم راه الانسان كامل مبني على هاد الشي. من كيولي ما يقدرش يدير هاد الشي اذا كاين خلل، كاين مشكل. الانسان عاوتاني كاين اللي ما كاين اللي فيه هاد الشي وماشي كيقول راني مريض ولا شي حاجة نمشي نتعالج ولا كيجلس وكيبقى جالس هكاك. لا فكر اخويا ولا اختي، فكر في شنو فيك، يعني علاش ما كتقدرش دير هاد القضية، علاش ما كتقدرش تنعس، علاش ما كتقدرش تنوض تخدم، علاش ما كتجيكش التحفيز تاع انك تنوض دير شي حاجة، ترسم، دير يوتيوب، دير تيك توك، دير شي حاجة تستنفع بيها، تنفع بيها راسك تنفع بيها الناس وما تعرف يسهل ربي فيها ودخل بها مصروف و حتى في الخدمة يعني الإنسان يحاول يحفز راسو. يعني إلا ما كانش كيما قلت لكم مقطوع له رجليه، لقاش الاكتئاب فيه أنواع. أنا كنهضر أنا هذا اللي كنقول لكم راه بحال كتهضر مع شي واحد ما عندوش رجلين. أنا كنهضر لكم على الاكتئاب سيفير، الاكتئاب نيرفوز، الاكتئاب الحاد. هو هذا اللي راني فيه أنا فيه واحد اكتئاب حاد. كاين اللي فيه اكتئاب حاد في البلاد مسكين وما عارفش، كاين اللي فيه اكتئاب عادي وما عارفش. الاكتئاب العادي حالة عامةً كيدوز يعني سيمانة، كاين اللي كيجيه شهر ويدوز، كاين اللي كيجيه مدة بسيطة ويدوز، كاين اللي كيجيه 6 شهور، عام. كيكون يعني لدرجة ما قادش ينوض ما قادش. ملي كتحس براسك راك كتوزن طون ما قادش تنوض أبسط حاجة للطواليت حاشاكم، ما كتقدرش تنوض دوش، ما كتقدرش كيجيك صعيب بزاف. الأفكار ديالك ما منتظماش، ما كتعرفش تفكر، ما تعرفش تركز، ما كتعرفش تحسب فلوس، ما كتعرفش تحسب عملية ماط يعني 4+1=5. كتولي تفكر فيها بزاف وتخمم فيها بزاف. أنا قلت لكم دابا حيت عارفها وحيت يعني كنهضر هادي على عملية سهلة، ولكن بعض العمليات اللي هما ساهلين ولكن في نفس الوقت
مثلا 5 في 5 شحال تساوي، ولا اللي هادي شحال أنا كنت قادر كنجاوب عليهم بأبسط يعني بسيطة يعني. وليت دابا كنلقى صعوبة كبيرة في الإجابة عليهم، وفي الإجابة حتى على الناس، والهضرة حتى كتكون ثقيلة. حتى الهضرة ديالي نورمال موراها خفيفة في الأصل، وكتلقالي دابا عندي هضرة ثقيلة، وبعض المرات كتكون أثقل من هاد الشي، يمكن راكم لاحظتوها في شي فيديوهات. وبعض المرات كتولي هضرة خفيفة كترجع ليا عادية، وكتبقى ترجع عاوتاني. يعني هذا هو الاكتئاب، كترجع مرة مزيان بالدوا، مرة كترجع عاوتاني كترجع لداك داك القوقعة ديالك كيما دابا رجعت للقوقعة ديالي. هادي سيمانة ولا تقريبا. المهم هادي أيام ما خرجتش من المرة الأخيرة اللي خرجت فيها قلت لكم. من غير يعني كنمشي للطبيب ولا هاكا نمشي في الساعة ندير قهوة بوحدي ونرجع ساعة ولا هاكا تاع المكانة ونرجع. يعني ما كنقدرش نبقى برا، كن كنرتاح في الدار. وحتى ملي كيكون معايا شي واحد في الدار ولا كيجلس معايا، يعني للأسف الله يسمح لنا ما كنبغيش يجلس معايا، ما كنبغيش نقول له خرج ولا سير، كنخليه على خاطرو. ولكن أنا في خاطري ما كنبغي نبقى بوحدي، كنبغي باش نرتاح. ما كنحقاش هو كيبقى يهضر معايا كذا، وانا داك الشيء ما عارفنيش، هو ما باش نقدر واخا عارفني بعض المرات. كاين اللي كيكون عارف على حساب صحابك، كاين اللي ما كيعرفش، كاين اللي كيفهم، كاين اللي ما كيفهمش، وكيبقى عليك كذا وخصك كذا وعلاش ما ديرش كذا ودير كذا. وانت ما فيك ما تقول له ديها في راسك ولا تقول له شي حاجه اللي يعني كتبقى تكوبابيليزي راسك، كتبقى تقول لا ما خصنيش نقول له هكا، غادي تخاف يتقلق. وفي الاخير كتلقى راسك كتبقى تستنى حتى كيمشي. ملي كيمشي عاد كترتاح نوعا ما، كترتاح، ولكن في نفس الوقت ما كترتاحش. ما كترتاحش مع نفسك، كتولي مع نفسك موراها. كيمشي داك الانسان كتولي نفسك وكتولي هاد الحالة نتاع الاكتئاب، ما قادرش وتنوض وتجلس وتنوض وتنعس وتنوض وتوقف وتنوض وتصلي وتنوض وتقرا شي حاجة، وما تقدرش تقرا تنوض تدخل تبقى تقلب في يوتيوب وتفرج، وحتى حاجة ما كتعجبك تفرج 2 دقايق وتقلب، وما كتركزش حتى في شي حاجة، ما كتقدرش تركز فيها، كتفرج وانت غير كتفرج واحد شوية دماغك كيمشي يسمع شي حاجة أخرى، وكتقلب الإذاعة وكتعاود تفرج شوية ودماغك عاوتاني كيسها. هادو هما الآثار تاع الاكتئاب الحاد يعني. واللي ما عارفوش، اللي مازال ما عارفش هاد الاكتئاب ومازال ما تبلاش به، له لا يبليه به، والله القسم الخوت. راه هادشي راه كتر من الأمراض العضوية، كتر من واحد مريض اللي غادي يمشي للطبيب غادي يعالجو، راه باينة. ولكن هاد الأمراض هادي اللي مازال ما لقاولهاش الدوا، ومازال ما عرفوش شنو هي، مازال ما عرفوش الهوية ديال هاد المرض. قال الأمراض عرفوهم، السرطان عرفوا الهوية ديالو، الإيدز عرفوا الهوية ديالو، الطاعون عرفوا الهوية ديالو. أمراض بزاف، هي كورونا 6 شهور عرفوا من جات. ولكن عجزوا في الاكتئاب، عجزوا أنهم يعرفوا شنو كاين. ديمو ديمو ديم ديمو ديمو تلفت لي حتى الكلمة. لي موليكول نتاع الدماغ، يعني دوك لي نوغو ترانسماتور وداك الشي. هو اللي فيه كيتخربق داك الشي، علاش الدماغ كيتخربق حتى هو. السيروتونين، الاندروفين، التستوستيرون، هرمونات السعادة. السيروتونين ما كيتفرزوش، اذا ما كتشعر حتى بحاجه، ما كتشعر لا بمتعه ولا متعه يعني لاي حاجه يعني كنت هذه شحال كنستمتع ندير البوكس، كنت بوكسور وكنت بطل عالمي وبطل كبير. ودابا ما بقيتش نستمتع. ما تقول لي شنو جي لاصال ديال البوكس، بحال كتقول لي روح لجهنم ولا روح لشي حاجه. ما كنقدرش، ما بقيتش قادر، ما بقيتش نستحمل حتى حاجة يعني. ماشي غير البوكس، الرياضة وأي حاجة يعني كيما بغات تكون اللي تساعدني، البلاي ستيشن ولا تقول لي نلعبو كذا ولا نتفرجو في كذا ولا حتى حاجة ما كنستمتع فيها. المهم
المهم على كل حال بغيتكم تدعيو معايا وتدعيو مع خوتكم كاملين، وكونوا يعني إيجابيين في الحياة، وربي كبير هادو ابتلاءات، المؤمن مبتلى ما تنساوش الخوت. قاع اللي كيمر بهاد الأمور خصو يعرف بلي راه إن شاء الله غادي يجي واحد النهار يبقى غير يتفكر هادو، يبقى يتفكرهم هكا كقصص يبقى يعاودهم للناس، ويبقى يموتيفي بيهم الناس. راه واش هي شوف الطبيب، ما تبقاش مريح، تشوف راسك زايد حالة في حالة في حالة في حالة، الله يستر حتى شي نهار تلقى راسك ملايح ماشي لعيبة ولا كذا ولا الله يقدر الله يستر والله يحفظ. هادشي اللي ما بغيتش حتى انايا، علاش كنتبع الطبيب، والطبيب في الأخير غادي يعاونك، غادي يلقى لك الحل، سيرتو هاد الأطباء ديال الأمراض العقلية هما اللي كيلقاو الحل لهاد الاكتئابات وهاد الشي، كيعطيوك دوا كدوز به 6 شهور، وإن شاء الله كتكون بخير وعلى خير. غير واش هي خصو يطيح ليك في الدوا المناسب للحالة نتاعك، وباش يطيح في الدوا المناسب خصو يمر بعدة أدوية ولا مثلا باش يجرب فيك شنو هو الدوا اللي يصلح لك، وفي الاخر ملي كتلقاه صافي هذيك هي الرحمة وهذيك هي ربي راه جاب لك السبب و... وعطاك النتيجة وهاد الشبرة. المهم الخوت غادي نخليكم، هادشي اللي بغيت نشارك معاكم، ونتمنى لكم ان شاء الله كل السعادة وكل وان شاء الله لا يجعلكم تمرضوا بأي مرض كما بغى يكون، والله يعطيكم صحتكم، وتهلاو لي في راسكم، وانا اخوكم ياسين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تهلاو في امان الله.